ايوه بنات، العفو حياتي، انا اعتذر ان بديت الفيديو وياكم اقح، بس يعني شويه اسم الله عليكم هاي الانفلونزا. انها بنوتات طبعا، دا اقلب الفيديوهات مال الفيس وشفت واحده من الموصل فيديو قلبها هي وحماتها، هي قناتي يعني مكتوبه قناتها هي وحماتي ما شلون. فصراحه شفت الطبخه مالتها هذه مال الشور مال ايام اجدادنا قبل واهاليتنا، صراحه عجبتني وقلت خليني اسويه واصورها لكم. فهنا حمسنا بصل، وتردون اللي ما عنده طماطة عادي بس معجون، بس أنا شوي نحب يعني صراحة من زمان نسويها على الطماطة والمعجون. فهنا حمسنا بصل ترمناه صغار الزيت والدهن، وخلينا عليه طماطة مبروشة ومكعبين ماجي ونم بصراية. احنا قبل اهاليتنا طبعا صراحة كانوا يسوونها مرات، يعني دا واحد عنده أجنحة مال دجاج أو رقبة، يعني رقبة وأجنحة مال دجاج هاي الشوربة يصير كلش طيبة. إذا ما عندكم لا عادي بس هيجي وغسلوا قلاص تمن أو قلاصين. هنا هم خلينا شوي فلفل أسود، ونشوفوا لهم بصلاية وحدة. أنا من شفتها صراحة أتذكر كانت أمي تسويها وعمتي الله يرحمها لكم طول العمر هم كانت تسويها، فصراحة يعني تخليني أسويها. هنا أنا حمسناهم كليتهم، حمسنا المعجون وياها، وحنخلي لها قلاص تمن، وقلاص تمن يمكن نقعنا ربع ساعة مو أكثر، لأن ما يصير تمن هواية يعني، بس انه يعني شلون احنا نقول شوربه مال تمن، هي بس مو تمن قوي يعني الحين، لا تصير بيها خفيه شويه. واش عيني هنا شوي نحركهم ونخليها تفور، ولا تخافون التمن ما حيلزق او يثخن، لان اكو مرات يعني يشوفون التمن يلزق. وهنا طبعا كنا مسوين كيكه من الفرن استوت الحمد لله طلعناها. وما اقول لكم عن الريحه، شويه برشه وياها ليمون مو طبيعيه صارت، يعني برشه قشر مال ليمون مو برشه ليمونه، لا قشر مال ليمون، بس حبيت انه والله اخاف احد يقول شنو برشا ليمون. هنا طلعناها من الفرن، وما اقول لكم عن الريحه مالتها تجنن. احنا من عشاق الكيك طبعا والكعك، هاي السوالف يعني احنا ما نقدر نستغنى عنهن. شوفوا بنوتاتي شلونها، ما اقول لكم هش تجنن الله. هسه هنا شوفوا شلون عيني وشلون منفشه فد شي صدق الشهي. هنا بدينا نترد لان بدت عندنا الشوربه بدت تستوي وتثخن، ولازم الثريد صغير ونهيج مو مثل مال باقي او مال الباني لو شي، لا ثريد ناعم كلش، لان راح يصير فوقها الشوربه وبالخاشوقه تاكلونه. فالثريد صغيرونات. هنا عندنا كملت ثخنت عندنا شويه ميهين، وبدينا نصبها. وشوفوا شلون التمن ما يعمو. وما اقول لكم على الطعام والله العظيم يعني صح هي شوربه بسيطه بس طعمها كلش طيب وخير وبركه والحمد لله والشكر. بس الله يشفينا الشر المغطيات وشر هاي اللي ما نعرف شي يصير بالاسلام، والحمد لله والشكر على كل حال. الف الحمد لله، شي يجي من رب العالمين واحد يقول الحمد لله. باع بنوتاتنا، وهذا كان مثل ما يقول يعني غدانا لهذا اليوم، غدا بسيط والحمد لله خير من الله. وكيكه مال عصرونيه عيني. وسلمنا وسلمكم مليون الف الف عافيه.